مبروك لمصر، مبروك لكل المصريين. هذا الانتصار الكبير الأول في تاريخ مصر في كأس العالم، في مباراة تاسعة، مباراة تاريخية يدخل من خلالها صلاح ليس فقط بتسجيله الهدف الثالث، وليس أيضا لكمية لاعبين نيوزيلندا الذين يطلبون قميص صلاح، لكن أيضا لأن هذا الانتصار هو الأول، يسجل من خلال الهدف الثالث، يصنع هدف كما فعل في المباراة السابقة، ويقدم منتخب مصر واحدة من أفضل المباريات على الإطلاق في تاريخه في كأس العالم، تقربه أكثر من أي وقت مضى للتأهل للمرة الأولى في تاريخه بإذن الله تعالى إلى الدور الثاني من كأس العالم. فرحة تريزيجيه صاحب الهدف الثالث، فرحة نجوم مصر المصريين في فانكوفر وفي القاهرة وفي الإسكندرية وفي كل مكان بهذا الانتصار المستحق بعد الشوط الثاني مثالي كان لمنتخب مصر. مبروك لمصر، نعيش معكم فرحة نجوم مصر بهذا الانتصار. فرحة مستمرة لنجوم مصر. الكابتن حسام حسن صاحب التجربة المونديالية في 90 كلاعب يحقق أول انتصار تاريخي. كابتن محمد أبو تريكة لمنتخب مصر كأول مدرب وطني في انتصار أول، ربما في تأهل أول بإذن الله تاريخي لمنتخب مصر. وشاهد في عينك الفرحة وأنت تشاهد كابتن حسام، كابتن سعفان، بقية النجوم في هذا الاحتفال بهذا الفوز. يعني الحمد لله، مبروك لمنتخبنا، مبروك لمصر. شوط تاني محترم، ريمونتادا نصريه. يعني شفنا شوط تاني يعني حاجه ايه، تغيير امام عاشور ناحيه اليمين، مرموش ناحيه الشمال، زيكو جنب صلاح في العمق، وسجلنا فيه 3 أهداف. شخصيه كبيره، لعبنا كورتنا، عندنا منتخب محترم، عندنا منتخب قادر. من فتره ما شفنا ابتسامه صلاح صح في هذا الموسم. النهارده سجل وصنع. لا ده لعيب كبير، ده حكايه تانيه، ده حاجه كره معاه فعاله وحاسمه. الهدف عمله حلو قوي هو وزيكو، جه ناحيه اليمين وراح لعبها قصيره وجت على الارض، متعود عليها كابتن منتخب مصر. مدينا شخصيه، ذكرنا بالوانتو مع فيرمينو في ليفربول. مدينا شخصيه هو ومرموش اللي عنده في كتير من الافضل. مبروك للكابتن حسام، مبروك لكل الجهاز الفني، مبروك للناس اللي استمتعت وسهرت، واول فوز بضمان تاهل ان شاء الله. دي حاجه فرصه ذهبيه استغلها هذا الجيل اللي زي ما بقول عنده امكانيات كبيره قوي. مبروك للي ناموا بدري وصحوا بدري، في بعد مش كلنا السهرانين على صح. فاعتقد الحمد لله ماتش كبير وفوز كبير، وباداء الشوط الثاني. لعبنا 4 اشواط حتى الان في كاس العالم، عندنا 3 اشواط محترمين. الشوط الاول ممكن شوط للنسيان، انما قدرنا نعالج اخطائنا ونلعب كورتنا ونلعب كره على الارض، ونروح على فتوح ناحيه الشمال ومحمد هاني ناحيه اليمين مع زيكو مع صلاح في العمق. فاعتقد ان شكل الفريق كان ايجابيا وبشخصيه، وزي ما قلت ريمونتادا بالطريقه المصريه. في الشوط الثاني تحتار من نجم كابتن حاتم؟ شوط كما ذكر كابتن ممتاز لزيكو، لامام، لصلاح، لشوبير، لهاني. يعني شوط ثاني استثناء حقيقه. اولا تدخل المدرب اللي يغير من اماكن اللاعبين، لانه شعر انه في مشكل انه لن يستطيع اختراق دفاع نيوزيلندا، ووجد نوعا ما لابد ان يضع السرعه، وضع مرموش على الطرف الايسر ثم زيكو في العمق، امام على الطرف الايمن، واعتقد شاهدنا للاضافه الكبيره. تابع فرحه لاعبي مصر.
فرحة مستمرة وصورة جماعية جميلة للكابتن حسام حسن مع طاقم عمله المصري تقريبا بالكامل بكل عددهم بكل أدوارهم. ساهموا أكيد بهذا الانتصار الذي يحتفل به الكابتن حسام حسن. يشكر الله أكيد بهذا الانتصار لوطنه لبلاده لمصر لكل المصريين في انتصار تاريخي لمنتخب مصر والكابتن حسام حسن. صار يضاف كذلك لكرة القدم الإفريقية، شاهدنا أداء المغرب مع منتخب برازيل، شاهدنا فوز المغرب على اسكتلندا، شاهدنا أداء الرأس الأخضر، شاهدنا أداء كوت ديفوار مع ألمانيا، واليوم نشاهد فوز لمنتخب مصر على نيوزيلندا. هذا شيء يشرف كرة القدم الإفريقية وكرة القدم العربية. نرى بوضوح أن العمل والمثابرة، ورأينا اليوم أن المنتخب المصري قدم عطاء كرويا جيدا في الشوط الثاني. إذن المنتخب المصري يتوجه نحو الدور الثاني، ونتمنى أن يحدث نفس الأمر مع المنتخب الجزائري أيضا. الأرقام تؤكد كابتن محمد أفضلية منتخب مصر في التسديدات، في كل شيء تقريبا، عدد التمريرات، في كل شيء تقريبا مصر كانت الأفضل في هذه المباراة. هو الشوط الثاني الأمور مختلفة يا محمد، بقينا أسرع في استرجاع الكرة بسرعة، بقينا ضغطنا أفضل، بقينا نستخدم الأطراف كويس، بقينا لنا عمق في الملعب وشكل هجومي فعال، وبنلعب بالطريقة السهلة وبنلعب بشراسة. في الصدارة حلو شكل الصدارة، حلو المركز الأول. امال ايه؟ متعودين احنا على الأول إن شاء الله. بعدين أنت لاحظت شيء تريزيجيه؟ القصة للدور الثمانية، لأن المرة دي مطولين. ما أنا متفائلت من ساعة الإعلانات. مطولين صح. بس أنت قصتك كانت مات الدور الأول، لازم تحلق للكوارتر فاينل. يعني هحلق زيرو لو وصلنا نهائي. طيب هذه التغطية مشاهدينا الأعزاء.